جهود عالية يبذلها أبطال الجيش العراقي في ساحات الوغى من أجل إبعاد المخاطر وتنظيف محافظاتنا من دنس المجرمين الذين يحاولون زرع التفرقة بين أطياف الشعب العراقي. لكن مهرجان المحبة والسلام كان رسالة واضحة المعاني تدل على أن الطائفية لا يوجد لها مكان مطلقا بين أبناء العراق، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو العنوان الأبرز الذي أخذ يحتل مساحة واسعة في الكرنفال الذي أقامته المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الأولى للنشاط الرياضي والمدرسي. اليوم أول مرة بغداد تحتضن هيك مهرجان كبير وجمع به السياسيين والرياضيين والمهنيين، واعتقد هذه رسالة هي احنا نبعثها لاخواننا الجبهات القتال انه احنا بالداخل متوحدين، وان شاء الله ينصرهم، وكل العراقيين يحتفلون بمناسبة انتصارات جيشنا الباسل. نتمنى تكاتف كل الجهود من محافظة بغداد وجميع المحافظات والوزارات ذات الشأن مع الرياضة المدرسية، لأننا كنا سابقا أبطال العرب وآسيا من خلال الرياضة، والآن بدأنا نتقدم خطوات نحو الأمام. فقرات عديدة تضمنها المهرجان، منها العروض الفنية التي توضح الألفة والمحبة والتعاون، كما كانت هنالك فقرات شعرية غزل بها الشعراء بحب بلدهم، وكان هنالك حضور للفعاليات الرياضية وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه كل الحضور من السياسيين والرياضيين. باختصار شديد، إن مثل هكذا تجمعات هي لوحة ثمينة لا تقدر بثمن يرسمها المشاركون ليقدموها إلى العالم بأجمعه. اختارينا هذا العرض يمثل كل أطياف الشعب العراقي، واختاريت أنا البغداديات العراقية بمعنى الكردي والعربي والصابئي واليزيدي، كل الفعاليات خليناها بهذا العرض على مود يطلع بالشكل نعطي رسالة ولو بسيطة للعراقيين انه احنا واحد. صارنا اكثر من شهر يعني نتدرب على هذا الشيء، ردنا بس من خلال هذا نوصل انه العراق بعد واقف على حيله، ما تهمنا مهما فوتوا الارهابيين او اي احد، احنا ردنا بس نرفع اسم العراق. مهرجان رياضي اجتماعي ثقافي حمل رسالات عدة، لكن مضمونها واحد، هو أن العراق جزء لا يتجزأ مهما اشتدت به الظروف الصعبة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.